يا ربي علمني ألا أضيق ولا أحزن عندما أريد أمرا ولم ترد له أن يتحقق. يا ربي علمني ألا أتعب نفسي حينها. علمني بأنني أستحق الأفضل، لهذا أنت لم تكتبه لي. يا ربي علمني أن أسعد باختيارك. علمني أن أصبر وأنتظر عوضك الجميل. يا ربي علمني أن الألم هو آخر ليل الانتظار، ولا بد أن ينتهي ليشرق صباح الفرح. يا ربي علمني أن أحيا بروح منك تحبك، تثق بأنك ترحمها ولن تخذلها. يا رب علمني أن أمضي في طريق الحياة ولا أخشى العثرات ولا جراح قسوة تلك العبارات. يا رب علمني أن أخشاك وحدك وأبحث عن رضاك ولا أتعلق بأحد سواك. يا رب علمني أنك معي وأني لن أحتاج لأحد من خلقك. يا رب يا رب علمني وزدني. يا رب علمني. آمين يا رب العالمين. علمنا وزدنا يا الله يا رب العالمين. يكون معنا في خطواتنا وحياتنا وفي أيامنا يا أرحم الراحمين. أنت فوق الجميع. بعد الصلاة والسلام على حبيب الله، نتمنى كامل أحباباتي ومتابعاتي الوفيات كلكم من كبيركم لصغيركم كامل بصحة جيدة ودائما بالصحة والعافية. جيتكم اليوم بهذه الوصفة في قناتي قناة أنس النيلية. نرحب بكم كامل 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 ونشكركم ونشكر خاصة اللي سقساو عليا في الخاص وحبوا يطمنوا عليا. نقول لكم راني رجعت لكم بعد غياب، بعد مدة دامت شهرين أو أكثر. جيتكم اليوم ندير لكم في هذه الوصفة تاع مقروط الكوشة، خاصة اللي يحبوا يديروا المشاريع، وهذه واحدة من المشاريع اللي ناجحة 100% اللي في رمضان خاصة. جيتكم ندير معكم اليوم هذا المقروط تاع الكوشة. درت هنايا المقادير، درت كيلو ورطة تاع سميد متوسط، ودرت 600 غرام فرينة، درت هنايا رشة ملح. نديرو هنايا سميد متوسط، من الأحسن نديرو سميد متوسط يكون رقيق. أنا مولفة نخدم بمولا، من الأسف كان عندي هذا السميد حبيت نديرو نجربوه. هو جا به مليح بصح اللي يجي مخير هو سميد مولا، لخاطر هو رقيق والمقروط تاع الكوشه لازم له سميد رقيق. درت هنايا كما نعاود لكم مقادير، درت كيلو ورطه سميد متوسط، 600 غرام فرينه، درت 2 اكياس خميره الحلوى، درت مقرفون السكر، لازم نديروا السكر باش يعطينا ذاك اللون محمر في المقروط، ودرت فانيليا. هذا المقروط يجي روعه البنات ويجي ذو في الفم. انا ديما ملي جربته وانا ديما نخدم به خاصه لي كوموند. ان شاء الله تجربوه البنات. ودرت هنايا كاس ونص تاع زيت، هنا النص تاع الزيت مش معمر نزاه. ودرت هنايا 2 حبات بيض، وندير هنايا الماغارين. الاحسن نديروا ماغارين مش السمن، نديروها بحرارة الغرفة ما نذوبوهاش. درت هنايا 500 غرام ماغارين، اي نوع ماغارين، المهم ما نديروش السمن. قلت لكم هذا المقروط يجي روعه البنات، يجي ذو في الفم، يجي شارب العسل حتى لداخل. نجي هنايا نخلط كامل هذو المكونات ونبسسهم. لازم مدة التبسيس وانا نبسس فيهم قبل ما نديروا له الماء والماء ازهر، لازم تكون 10 دقائق او اكثر حتى نشوفوا كامل هذاك السميد يتشرب. نرجع لكم ونقول لكم حبيباتي لكم وحشه 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 وحشه. انا حبيت نقول لكم مقادير باش هاك تفهموا ما تروحش علينا الصوره تاع الفيديو. ليكم وحشه. رجعت لكم كما قلت لكم بعد فتره اللي دامت مده شهرين او اكثر. اذا كانت ظروف هذه عادي نقولها لكم ماهيش خاصه، اني تغيرت من بيتي اللي كنت فيه، تغيرت بعت السكنه تاعي وراني شريت سكنه اخرى،
وهذيك السكنة مازالت فيها خدمة كبيرة، إن شاء الله ربي قدرنا نكملوها. وهنايا راني في هذه السكنة راني كارية. وراكم تعرفوا الوحدة كي تعود مع الباني ومع الظروف تاع الباني والخدامة، وهذا فطور هذا غدا، راكم عارفين حصلة في حصلة، يكون المورال هابط. وانايا راني اليوم رجعت ليكم كي ندير وصفة للقناة ونرجع ليكم وندير لكم فيديو يكون مورال طالع ان شاء الله. ديما نكون معكم، ديما المورال طالع ان شاء الله، ديما نرجع لكم وصفات ان شاء الله. هذو الايامات نديروا المشاريع اللي يمشونا في رمضان، نكملوا معايا السلسلة تاع المشاريع خاصة لمهتمات. هنايا كما راكم تشوفوا درت الماء ودرت هنايا معطر تاع الماء ازهر، وبعد ما بسسته مليح تشوف فيه الخليط كأنه راهو مشمخ بالماء، بصح هو كان فقط بالتبسوس تاع الخليط الزيت والماغارين. نجي هنا ندير الماء، هنا عبرت لكم بالكاس، درت كاس هنا نديرو بشويه ونخلطو كما راكم تشوفوا. هنايا راه هذا السميد، انا موالفه ندير سميد مولا، يدي لي حوالي 2 كيسان ماء ونص. هذا السميد تاع السيم ادالي كاس ونص فقط، انه ما يشربش. هو من الاحسن نديرو تاع مولا يجي به احسن. انا هذا فقط كنت انا نخدم مقروط المقله، ثاني دايره به مشروع، كنت حطاته في حانوت نبيع فيه. حنايا عندنا هنا في المنطقه اللي عندي اللي راني ساكنه فيها يحبوا مقروط المقله اكثر من المقروط تاع الكوشه. انا حبيت نغير اليوم وندير المقروط الكوشه وشاركته معاكم. شوفوا الكاس الثاني ديت منه حوالي نصف فقط. اذا حبيتوا نشارك معكم مقروط المقله خلوا لي في التعليقات ونحط لكم الوصفه نشاركها معكم. ونقول لكم اللي يحبوا المشاريع، هذا انجح مشروع هو تاع المقروط في الايام العاديه وخاصه في رمضان. نقول لك حبيبتي كامل تبعي الفيديو بالتفصيل باش تفهمي كامل المراحل وتجربي قبل رمضان اذا كنتي حابه ديري به مشروع. نخليها كما هكا، هذا العجينه نخلوهاش ترتاح، ثم نخدموا بها عادي، مش شرط نبيتوه ولا نخلوه يبات. هنا نجي ندير التمر هما اخدموه قبل ما تخلطوا العجينه، لان هذا المقروط اكسبريس، ثم نخدموه ما خلوه يريح ما والو. هنا عندي تمر كيلو رطل تمر، درت ملعقه صغيره قرفه ملحيه، درت ملعقه صغيره كبابه، تحبوا ديروا كبابه او قرنفل، وندير هنايا ملعقه زيت او ديروا ملعقه كبيره زبده. نجي نعجنو كامل مليح. هنا كان عندي هذا التمر طري، اذا كان شفت مليح نرجع هنايا للعجينه، نجي ندير هنا حربوش عادي كيما نخدموا المقروط. تحبي ديري بهذا الشكل المقروط العادي، تحبي ديري فيه ذاك الليمون لشكل طابع هذاك شكل مربع او دائري كيما تحبي ديريه يجي. انا اليوم راح نديرو بهذا بالطابع هذايا. هنايا اذا انا درتو بهذا الطابع عطاتني الكميه هذه، عطات لي 80 حبه تاع مقروط. اذا درتيه بالطابع العادي او اصغر منه حجم، هذه الكميه تعطيك
في المحل والمنتوج تاعك راه تبيع، حطي فيه 2 أو 3 محلات، مش تركز على محل واحد ويعطي له يبيع لك. كاين اللي راه حانوت يبيع لك كيما تعطي له السومه يبيع لك، كاين لا اللي يزيد معاك في الحبه، يزيد 100 دورو باش يديه هو حقه. المهم هو المقروط رابحه، فيه رابحه، فيه فايده وناجح وروعه.